بيحيي جمهوره، جمهور الدرجه الثالثه. في الدوري الموسم ده اتعادلوا في ماتش بينهم وبين بعض مكورة اللي جاي يلعب الترسانة والفود السود 2-2. تاريخه صغير جدا في بطولات افريقيا، اشترك مرتين قبل كده، واحدة في الدوري وكانت الموسم اللي فات تفتكروا انتوا لما لعب الزمالك برضه في دور ال 32 والزمالك كسب هنا 5-1. كان جمال عبد الحميد جاب جولين وطارق يحيى جاب جولين منهم بينالتي واشرف قاسم جول. انما الشوط الاول انتهى 1 وكان الفود السود جابوا جول الاول في كيجالي، واول نادي كسبها اوركس دوالا من الكاميرون. على يمينك هيبقى فريق الفود السود، هم لابسين بنفسجي، وعلى شمالك هيبقى النادي الاهلي. ضربة البداية هياخدها الفود السود، وإذا جت فرصة نبقى نتكلم مع بعض شوية على البطولة. إذا جت فرصة، رشيد بن خديجة 37 سنة، رشيد بن خديجة دولي من 83 وبيصفر، واتسنطرت الكورة وإيلونجا وعبد الرزاق وبترجع ورا لحسن وناحية اليمين وياخد الأهلي اوت. ربيع ياسين أول كرة للنادي الأهلي واتلعبت لمجدي طبيتا وياخدها الثاني نيجانجو وعلى عبد الصادق. مصطفى عبده فيتا ويلعب الكرة العرضية بتاعته جول. يا والله لو قلت جول ما يطلعها مهيري، انما كور مصطفى عبده والله زمان فكرنا مصطفى بكور ماتشات افريقيا. وعلاء ميهوب وعلى عبد الصادق، 2 علاء والكرة العرضية وقف محمود الخطيب وانما معاه فرانسوا وكورنر، انما ضغط من النادي الاهلي وصحانه. علاء ميهوب مصطفى عبده ومصطفى العلاء مش اوفسايد. علاء ميهوب بيرقص وبيلعب الكرة العرضية وبتتحط جوه الجول. كرة حلوة قوي بيلعبها علاء ميهوب ومجدي عبد الغني يتابع جول. كرة حلوة مجدي عبد الغني الحقيقة فكرني بالجول اللي جابه في كانو اليويندي السنة اللي النادي الاهلي خد فيها بطولة الكؤوس سنة 84. كان نط هنا وكان الجول نط اعلى من سونجو الجول، وكان كوندي واونانا وجاب جول حلو قوي بدماغه. زي ما بقول لكم عاوزين نشوف كرة عالية في الجول لجابونزيما، على طول الكرة تتلعب وناحية الشمال لطارق خليل ومهيري والكرة العرضية انما يطلع فرانسوا والخطيب بره خطيب، انما في مصطفى عبده. يلا مصطفى والكرة العرضية انما على الارض يطلعها فرانسوا وتاني علاء ميهوب وبيشوط طاهر ابو زيد بيمينه المرة دي انما بره. فرانسوا طاهر ابو زيد خلصها كويس لعلاء عبد الصادق باك يمين لعلاء ميهوب، من علاء عبد الصادق لعلاء ميهوب بيحل عليه نيجانجو والكرة العرضية مهيري ويحطها على مصطفى عبده. يا سلام، مهيري ريحها لمصطفى عبده ويجيب مصطفى عبده الجول رقم 105 للنادي الاهلي في بطولات افريقيا. النادي الاهلي كان جايب 103 قبل ماتش النهارده، بالجول الثاني اللي يجيب مصطفى عبده يبقى النادي الاهلي يجيب 105 جول في بطولات افريقيا. ومصطفى عبده بالرغم انه من عمره مصطفى لا حلوه وعلى مصطفى لما يطلع لجابونزيما والثاني نيجانجو الجمال، انما الشكل العام كده في جوال ثانيه هنشوف واوت ياخد على عبد الصادق. سلام مصطفى والخطيب بنى لجمال انما على عبد الصادق طلعها بره. نيجانجو فوت بتاع الجمال سنزانو وربيع وبيعكس كرة عرضية انما يطلع لوتر الخطيب جول انما حظك وحش. رشيد بن خديجة بيقول ان ضربة حرة غير مباشرة على اساس ان طاهر ابو زيد قبل ما تروح للخطيب عملها ضربة حرة غير مباشرة. لغى الجول رشيد بن خديجة. جمال لإيلونجا
وإيلونجا لفيتا، فيتا 7. طارق خليل دي لعلاء، قاطع من جوه كويس. علاء يقدر يشوط، يقدر يشوط ويشوط كرة حلوة. يا سلام يا سيدي، نيكا بونزيما يطير ويصد الكرة الحلوة. بقول لكم هو قصير فالكرة العالية صعبة عليه، انما دي طرها بمنظر كويس. طاهر وطاهر، انما نيكا بونزيما يطلع كورنر، حطها له. وكل ما كانت الكرة محذوفة شوية طاهر بيشوطها احسن. طارق خليل لمصطفى، مصطفى عبده، ومصطفى في حال الجول يطلع مهيري، ومهيري لطاهر لطارق، لطارق لطاهر، ويطلع نيجانجو. مصطفى لطاهر، الخطيب واخد له مكان ناحيه الشمال. يا سلام لعبها الخطيب، والخطيب توقيفه كويسه وبيحطها بطن رجله. يا سلام يا خطيب، يا سلام على العقل والحظ الوحش. وفي بطن القايم الشمال بصدره رقص مهيري وبيحطها نيكا بونزيما على شماله، انما تخبط في القايم. معلش يا خطيب، لما كرة اتلغت وكرة في القايم. وإيلونجا والجمهور على طول بيحييه، نجم كبير محمود الخطيب، مفيش كلام. وحساسيته في الكوره، انما حظه وحش لغايه دلوقتي. ادي اللي بنقول عليه عدم توفيق. ويطلع علاء عبد الصادق بره، لا يلحقها وياخد اوت مهيري. يا سلام على الكوره لما بتخدم ولما ما بتخدمش. بعد التوقيفه الحلوه لما بصدره ورقص مهيري وحطها بمنتهى العقل في الزاويه البعيده لنيكا بونزيما، تخبط في القايم الشمال. على طول الجمهور بيبو بيبو. وياخد اوت علاء لطاهر ابو زيد، وكسب ارض كويسه طاهر، وبيفوت كويس طاهر ابو زيد من مهيري وبيلعب، انما كورنر. كورنر فات كويس قوي طاهر، كان عنده السكه فاضيه ودي كورته. فمسألة علي بالناصر. طيب مجدي، طاهر عندك فرصه بقى يا طاهر، انما نيكا بونزيما. مصطفى خساره مصطفى، كنت بيت هاتريك يا راجل. كرة حلوة من كرة طاهر يصدها وتترد من نيكا بونزيما لمصطفى عبده جوه ال 18. سهلة، كان يقدر يجيب منها الجول الثالث ليه النهارده. يا راجل كان يقدر يخلص. لعبها لمصطفى، ومصطفى وفرانسوا، والكرة عرضية. يلا يا خطيب، دبل كيك. هارد لك والله يا محمود، انما مدي ضربة حرة غير مباشرة رشيد بن خديجة على الخطيب على انه رافع رجله. هو لو لوحده طبعا دي تقديريه للحكم ما تبقاش فيها فاول، انما لو معاه حد بيعتبر لعبه خطر فبتبقى ضربه حره غير مباشره. لطارق خطيب، وخطيب حلو على ميهوب. يلحق علاء، يلا علاء، خبطت معاه الجول. وفي تاني وطلعت بره. ايه الحكايه؟ 3-0 وجوال كتير بتضيع. جول كمان يريحنا قوي طبعا. انما يقطعها باسكال وياخد اوت مصطفى عبده. فات كويس من فيتا، انما باسكال مغطيه. واتلعبت لعلاء عبد الصادق، وعلاء بيشوط كرة عرضية. يا تعدي الخطيب، تعدي الخطيب وتخبط في دماغ تعمودية معاه، يبقى في صعوبة انه يشوطها غير لما تكون مجنبة ناحية الشمال. يعني متهيألي كده هيبصيها طاهر ابو زيد، مش عارف، انما بيحطها بليسنج في القايم، في القايم. يا خبر ابيض، بيفكرني بالجول اللي جابه في المغرب من الفاول في الحته دي، بس دخلت في الجول. حطها خطيب لطاهر، وطاهر بيرقص وبيرقص باسكال وبيلعبها لمجدي، ومجدي تاني لطاهر، وطاهر بيحطها في ايد نيكا بونزيما. لا شال جامد نيكا بونزيما. انا بقول عليه انه قصير. الكور العاليه فعلا مشكله. والنهارده يتفك واقف. خطيب، زكريا ناصف، محمود الخطيب خلصها من باسكال وبيلعبها حلوه لمجدي. يلا مجدي، يلا مجدي، يا سلام، جول الخطيب. اخيرا مجدي عبد الغني لازم هو اللي يجيبها جول، انما حطها في ايد نيكا بونزيما وتقع، والخطيب متابع يجيب جول الرابع للنادي الاهلي. محمود الخطيب يجيب الجول الرابع للنادي الاهلي، والجول ال33 ليه في بطولات افريقيا. ما شاء الله، حظه كان وحش قوي النهارده، انما الحمد لله
داخل جوه بقى ماسك الشبكه بيقرا الفاتحه بيسمي بيعمل اي حاجه، مش ممكن. كورتين قايم وقايم بيلعب ماتش كبير قوي محمود الخطيب النهارده الحقيقه. على الله كده العشر دقايق اللي فاضلين دول نشوف كره حلوه من محمود الخطيب والنادي الاهلي، لانه انتهى الوقت الاصلي وبنلعب في الوقت بدل الضايع. رشيد بن خديجه واحمد شوبير، وبيصفر فعلا رشيد بن خديجه عشان ينهي